السلام عليكم. عارف ان اتأخرت، عارف ان بقالي كتير جدا ما نزلتش قصص هنا، بس اوعدك الفترة الجاية انت اللي هتقولي كفاية قصص عشان بدأنا نخاف بجد. فالمطلوب دلوقتي وبكل اختصار انك تعمل اللايك، تكتب الكومنت في اخر القصة وتقول لي رأيك فيها، وهقول لك ان قصة النهاردة وانا عندي 15 سنة. والقصة بدايتها قعدة عائلية، قاعد انا وابويا وامي واخواتي بنتفرج على فيلم، والصدفة ان الفيلم ده يكون بيتكلم عن الجن والحاجات دي. ففي فاصل في الاعلانات بدأت امي تحكي عن قصة حصلت زمان في المنطقة عندنا، وقالت ان في يوم من الايام كانت الساعة عدت 10 بالليل، وفي بلاد الارياف زي ما انتوا عارفين 10 بالليل ده خلاص الليل واخره، فكان الجو ضلمة جدا. وامي قالت لي ان كان المفروض هتنزل تروح تجيب شاي وسكر والكلام ده. نزلت الشارع عشان تتفاجئ ان الشارع كله ارانب. بتقول امي بقى انها من كتر الرعب من اللي شافته ورجعت تجري تاني على البيت، وحكت لابوها وامها طبعا اللي هو جدي وجدتي، حكت لهم على اللي شافته علشان ينزلوا معاها للشارع. يتفاجئوا ان الشارع مليان بشر بتلم في الارانب دي. كل اللي شاف المنظر نده لبقيه بيته وجابوا شويله وكياس وكده، واللي يقدر يعبي ارانب يعبي. المنظر مغري جدا، ارانب كتير وملهاش صاحب، فكل اللي قادر يلم بيلم. بس اللي بتقوله بقى والغريب في اللي قالته انها اول ما لموا الارانب دي وطلعوا البيت، كل اللي يفتح الكيس بتاعه او الشوال بتاعه يلاقيه مليان حجارة. وده مش بيت امي بس، دي البلد كلها كله شاف المنظر، وكل اللي خد ارانب اتفاجئ ان هي اتحولت لحجارة. واللي اكد الكلام ده ابويا، لان ابويا وامي كانوا من نفس الشارع، فقال برضه انه فاكر القصة وفاكر حاجة زي كده. بدأت انا بقى من اللحظة دي افكر، يا ترى ده كان جن ولا كان سحر، ولا ايه اللي ممكن يخلي حارة كاملة تشوف نفس المشهد في لحظة واحدة؟ والمشهد مش طبيعي، كل الناس في وقت واحد بيشوفوا نفس المشهد. يعني زادت الفضول عندي قوي، انا عايز اعرف هو كان ايه. هل ده كان جن، كان سحر؟ يعني ايه اللي يخلي الناس كلها يحصل لها كده؟ وبدأت فعلا امشي في الطريق ده. واول حاجة جت في بالي فؤاد ده معايا في المدرسة، بس كل المدرسة بتتجنبه لأن دايما في سيرة على أبوه إنه ليه في السحر والشعوذة والكلام ده، فكل الناس من ضمنهم أنا بنتجنب فؤاد ده، وهو دايما لوحده. وهنا بقى كان التفكير الشيطاني من ناحيتي، قلت هصاحب فؤاد واحاول اقرب منه وادخل بيته وهقرا في الموضوع ده واوصل لحل. وانا مش عارف ليه عايز اوصل لحل وليه اصلا بفكر في ده، بس هي خلاص تربست. انا عايز اعرف ايه اللي حصل في الحاره دي في الوقت ده. وفعلا واحده واحده قربت من فؤاد، وطبعا لانه هو اصلا مش لاقي اصحاب ما صدق ان انا كلمته واتعرفت بيه، وبقينا اصحاب قوي. وبدات اروح بيته مره واتنين، وبقيت اخليه يسرق كتب من عند ابوه اللي هي الكتب الخاصه بالسحر والكلام ده، ونقعد نقرا فيها. وحكيت له القصه بقى اللي امي كانت حكيتها، وقلت له ازاي نعرف اذا كان ده كان حقيقه ولا خيال، ولا نعرف الكلام ده ازاي. وبدأنا فعلا نجيب الكتب ونقرأ فيها، بس محدش فينا فاهم اي حاجة، كلام كله طلاسم ولخبطة، حاجات مش مفهومة. لغاية ما في يوم قرينا كتاب معين كده، وحرفيا انا مسميه الكتاب الاسود، لان ده اللي قلب حياتي عبارة عن لعنة. قرينا في الكتاب ده كتير لغاية ما زهقنا حرفيا، وبدأت خلاص انا بلم حاجتي عشان اروح. وانا نازل الشارع انا 17 سنة، يعني ما بين الطيش والعقل، لكن انا واعي وفاهم واقدر اميز. فالمهم ان طول ما انا ماشي في الطريق انا حاسس بحد جنبي وحد قدامي وحد في حاجات حواليا كتير، في صوت همس في وداني. بس المشكله ان كل ما ابص جنبي ورايا وقدامي مفيش اي حد في الشارع، او حتى لو فيه هي ناس بعيده، مفيش حد جنبي بينفخ في ودني ولا بيهمس لي او اللي انا حاسس بيه ده. المهم ان حاولت اتلاشى بكل الطرق اللي انا سامعه وحاسه ده لغايه ما وصلت بيتنا، ودخلت البيت طبيعي جدا، وسبت حاجتي ودخلت خدت دش وخرجت علشان نتعشى. قعدنا اتعشينا، وبعد العشاء كده بشويه بنقعد قدام التلفزيون لغايه ما نشرب الشاي. بس طول القعده دي بقى في حد قاعد باصص لي. ابص لابويا باصص للتلفزيون، امي باصه للتلفزيون، بس برضه في حد باصص ليا وانا مش شايف مين ده. وده مش مجرد انه باصص لي، ده لازق وشه في وشي، يعني حرفيا في حاجه بتتحرك كانه حاطط وشه على وشي. المهم ان من كتر الخوف اتحججت بان انا عايز ادخل انام، ودخلت واتلفيت بالبطانيه علشان اهرب من اللي انا حاسه. وتاني يوم كان اجازه من المدرسه، عدى اليوم لغايه الظهر تقريبا طبيعي، ومجرد ما قعدنا نتغدى جرس الباب يرن، نفتح مفيش حد. مرة واتنين وتلاتة، لدرجة ان ابويا اتعصب وبدأ يروح يفتح الباب ويشتم، ظنا منه ان اللي بيعمل كده عيل صغير بيهزر، حد رخم حاجة كده. بس في مرة من المرات وابويا بيشتم بره على باب البيت، لقينا المطبخ كله جوه بيتكسر.
خبط ورزع واصوات حلل بتدشدش وازاز بيتكسر، صوت مرعب جاي من المطبخ. علشان نقوم كلنا نجري على المطبخ فنلاقي المطبخ طبيعي مفيش اي حاجه. الغريب هنا بقى بالنسبه لي مش كل اللي حصل، الغريب ان ابويا وامي تغاضوا عن الموقف وكأن مفيش حاجه حصلت عادي. وحتى انا الموضوع بالنسبه لي هدي خالص، لا بقيت حاسس بحاجه ولا سامع حاجه ولا في اي حاجه بتحصل تقريبا لمده اسبوعين. ودول بقى الاسبوعين اللي انا ما شفتش فؤاد فيهم لانه كان مسافر مع اهله. واول ما رجع طبعا اتقابلنا في المدرسه، وبعد المدرسه روحت سبت حاجتي وخدت كتب الدرس لان المفروض في درس وانا وفؤاد هنتقابل في الدرس ده. خلصنا الدرس طلعنا على بيتهم علشان نكمل مذاكره، بس هي في الحقيقه مش مذاكره، احنا هنكمل قرايه في الكتب. وروحنا عند فؤاد وفعلا قرينا الكتاب لغايه ما خلصناه، وتقريبا هي النتيجه، بنقرا في حاجات احنا مش فاهمينها. المهم ان اول ما وصلت عند الباب خلاص بقول له فؤاد سلام، قال لي مبروك. ما فهمتش مبروك على ايه؟ بقول له مبروك على ايه يا ابني؟ بقول لك سلام. قال لي مبروك وراح قافل الباب في وشي. وقفت مندهش تقريبا لمدة دقيقة، وبعدين قلت الواد شكله اتجنن ولا ايه، وخدت الموضوع مع نفسي بهزار ورحت ماشي. كل اللي حصل قبل كده حصل تاني، نفس الهمس، نفس الاصوات الغريبة اللي بسمعها، في ظل عمال يعدي من ورايا يعني وانا ماشي انا شايف في ظل قدامي بتاع حد ورايا، ابص ورايا مفيش حد، ومرة الاقي الظل ده عبارة عن كلب، عن انسان، حاجات بتتشكل. وانا دخلني خلاص الشك ان اللي بيحصل لي كل ده من الكتب اللي بنقرا فيها، ولكن انا جوايا شيطان عايز اكمل، فبوهم نفسي ان انا اللي بتخيل. ووصلت البيت رحت ملفوف ونايم، وصبح تاني يوم رحت المدرسه. اول ما قابلت فؤاد بقول له يا ابني انت مجنون، امبارح تقفل في وش الباب وانا بكلمك. لقيته بيقول لي بابي يا عبود صباح الفل، انا بقالي اسبوعين ما شفتكش، انا كنت مسافر. بالظبط يا صديقي زي ما انت عامل كده انا كنت عامل، بقي مفتوح ومبرق ومش مصدق اللي هو بيقوله. بس انا فقت لما لقيته بيقول لي بقول لك يا عبود الكتب اللي بنقرا فيها دي هتودينا في داهيه، بلاش يا عم الموضوع ده ومش هنقرا تاني. انا طبعا اتخطفت والشيطان اللي جوايا صحي، لا يا عم نقرا، انا بهزر معاك يا عم، انا عارف ان بقالك اسبوعين مسافر وبتاع، وقلبت الموضوع كانه كنت بهزر علشان نخلص مدرسه واليوم يتعاد من جديد، اروح اسيب حاجتي واخد كتب الدرس واروح اقابل فؤاد ونحضر الدرس ونطلع عنده البيت عشان نقرا الكتب. وفعلا لما روحنا لقيت ان الكتاب واقفين فيه عند الحته اللي واقفين عليها من اسبوعين، يعني ليله امبارح دي ما حصلتش، لا قابلت فؤاد ولا قرانا في الكتاب. المهم يا سيدي فتحنا الكتاب وبدانا نقرا لغايه ما جيت عند صفحه كده انا وهو بصينا لبعض، احنا الاتنين فهمنا اللي مكتوب، واللي مكتوب باختصار انه علشان يكلمونا ويردوا علينا لازم نذبح حاجه كقربان. طبعا انا من الصدمه والرعب مش عارف ارد، انا فاهم ان القصص دي هتذبح فيها يبقى تذبح انسان. لقيت فؤاد بيقول لي ها هنتصرف في كلب او قط نذبحه ولا تلم الدور لغايه هنا؟ معرفش جات لي منين الجرأه، رغم ان انا لو شفت فرخه بتذبح اصلا ما بقدرش اكل منها. لقيته بقول له لا هنتصرف يا عم في كلب او في قط ونذبحه. وللأسف عملنا كده، واخدنا قط في حتة جبلية عندنا في المنطقة وذبحناه ونفذنا كل اللي مكتوب في الورقة، بس من غير أي نتيجة، لا حد كلمنا ولا حد رد علينا. لقيت فؤاد بيقول لي يا أبويا لو عرف إن الكتب مش موجودة هيوديني في داهية، أنا هلم يا عم وهروح. لم فؤاد الحاجة بسرعة وفعلا خدت شنطتي، هو مشي في طريقه وأنا مشيت في طريق بيتنا. طول الطريق نفس الكلام بيحصل، خيال حيوانات وخيال انسان واصوات بتلف حواليا، نفس الرعب هو. المهم ان زي كل مره مشيت بسرعه لغايه ما روحت البيت. واول ما روحت طبيعي جدا قعدنا على العشاء اتعشينا، ابويا راح خد كوبايه الشاي بتاعته وطلع على البلكونه يشرب سيجاره. انا من الخوف حاسس ان عايز ابقى جنب ابويا، رحت طالع جنبه في البلكونه وبدا يسالني اسئله عاديه، كنت فين، كان مين معاك في الدرس، عملت ايه النهارده، الكلام ده. المهم ان حاولت اعيد الموضوع تاني واقول له بقول لك يا ابويا هو موضوع بقى الارانب بتاع زمان والحاجات اللي حصلت دي، وانا لسه بتكلم ابويا راح مقاطعني قال لي بقول لك ايه مبروك. انا وقفت مندهش، مبروك نفس مبروك اللي قالها لي فؤاد. بقول له مبروك على يا حاج، ما ردش. انا من الرعب والخوف رحت سايبه وداخل. يا دوب دخلت من البلكونه لقيت ابويا طالع من اوضه نومه نايم، لسه يا دوب صاحي من النوم دلوقتي وبينده على امي بيقول لها حطي لي اتعشى. انا واقف مزبهل مكاني ولا عارف اتكلم ولا عارف اصد ولا ارد، لدرجه ان ابويا بيقول لي ازيك عملت ايه في المدرسه بتاع، مش برد. ويا دوب سبت ابويا ولفيت على البلكونه عشان اشوف مين اللي كان واقف معايا، مفيش حد اصلا في البلكونه. طبعا انا خلاص في الوقت ده بقيلي ثانيه واحده وهفقد الوعي من كتر الرعب والخوف، وعلشان فعلا حسيت ان ده هيحصل وان انا هيغمى عليا
رحت مستأذن ابويا، قلت له انا هدخل عشان انام بقى. لقيته بيقول لي استنى طيب اتعشى معايا، قلت له لا انا لسه سابقك ومتعشي. وعدت الليله طبعا كلها عباره عن كوابيس ورعب بس، لغايه ما صحيت الصبح رحت المدرسه، فؤاد ما جاش النهارده. عديتها تاني يوم فؤاد مش موجود، تالت يوم فؤاد مش موجود. انا من جوايا توقعت ان سبب الغياب حاجه من الاتنين، لا اما الكتب اللي كان بياخدها ابوه عرف فضربه او كده، لا اما ان فؤاد حصل له مصيبه هو كمان زي اللي حصل لي. وفي نفس الوقت انا خايف ومرعوب واخد قرار اني مش هروح عند فؤاد تاني. بس الموضوع زاد عن حده، عدى اسبوع، في التاني، في التالت، فؤاد ولا حس ولا خبر. وكل ده وانا اصلا خايف اسال عليه في المدرسه لا يكون حصل له حاجه وسؤالي عنه يجيبني انا كمان في المصيبه. فانا متجنب ان انا اجيب سيرته اصلا، لغايه ما خلاص يعني اللي هو فاضل كيل، عدى 3 أسابيع وفؤاد مختفي. بدات اسال اصحابي هو فؤاد اللي معانا مش بيجي ليه ومش عارف ايه. الغريبه ان كل اللي اساله يقول لي مين فؤاد ده، كانش معانا حد اصلا اسمه فؤاد. حسيت ان بجد دماغي هتروح مني، انا خلاص بدات هلوس، انا بتجنن. وحسيت ان الموضوع ده مش هيخلص الا لو رحت لفؤاد وخليته يحكي لابوه، وابوه بقى اللي يحاول ينقذنا. وفعلا تاني يوم على طول بعد المدرسه رحت طالع على بيت فؤاد، واول ما وصلت ورحت مخبط لقيت اللي فتح الباب ابو فؤاد، انا عارفه. فبقول له ازاي حضرتك وكده، على اساس المفروض عارفني. لقيته بيقول لي انت مين؟ بقول له انا احمد صاحب فؤاد. قال لي مين فؤاد؟ بقول له فؤاد ابن حضرتك. لقيته ضحك كلها سخريه كده وقال لي ابن انا؟ بقول له اه فؤاد اللي معانا في مدرسه كذا كذا. قال لي حبيبي انت عبيط ولا بتستعبط ولا مالك؟ قلت له ولا عبيط ولا بستعبط، مش حضرتك عندك ابن اسمه فؤاد؟ لقيته راح قافل وشه بقى ومكشر وقال لي امشي يالا من هنا، وراح قافل الباب في وشي. انا هنا بقى اتاكدت من الشك اللي كان عندي، هو عرف ان فؤاد كان بياخد الكتب وكده وخلاص حبس فؤاد جوه ومش هيوديه المدرسه او ايا كان اللي هيعمله فيه. بس الصدمه الحقيقيه ان لما نزلت الشارع سالت الراجل بتاع السوبر ماركت اللي كنا دايما نجيب منه حاجات انا وفؤاد، مش في حد هنا اسمه فؤاد اللي كان بيجي معايا وكده؟ يقول لي لا. طب الراجل اللي فوق ده مش المفروض متجوز وعنده ابن وكده؟ يقول لي ده لا متجوز ولا عنده عيال. وده اللي تقريبا اتاكدت منه من الشارع كله. كل اللي اساله معروف ان الراجل ده ساحر وموجود هنا، بس ولا عنده عيال ولا هو اصلا متجوز. عايز اقولك ان انا من كتر الخوف رغم ان احنا في نص النهار خدتها جري لغايه البيت، ويا دوب وصلت البيت وخدت نفسي وخبطت. امي فتحت، مالك عامل كده ليه؟ قلت لها مفيش حاجه. دخلت اجري على اوضه النوم، رميت نفسي حرفيا انا بموت من جوايا. فضلت مرمي تقريبا يجي ساعه كده لغايه ما خدت نفسي، ورحت قايم بقى مغير هدومي وطالع للصاله على اساس ابويا وامي برضو ما يتخضوش او يحسوا ان ايه في حاجه غريبه. طلعت الصالة لقيت الفيلم اللي شغال هو الفيلم اللي كان شغال لما ابويا وامي حكوا قصة الارانب، وببص على الكرسي عشان الاقي اللي قاعد بيتفرج على الفيلم فؤاد. فضلت تقريبا 5 دقايق واقف كده باصص له بس مش قادر انطق، لغايه ما هو اللي نطق وهو مش شايفني. قال لي انت كنت طالع متوقع مين قاعد يتفرج يعني؟ فانا وانا بترعش ومرعوب قلت له المفروض ابويا او امي. قال لي وانت نسيت ان ابوك وامك ماتوا من 4 سنين في الحادثه؟